إدارة دي أهي إدارة تراخيص الأندية، موافق يوم 21/5، يوم 21/5 تاني. هقرألكوا البيان دوت، بس قبل أي شيء لايك وشير عشان الكلام يوصل لكل الناس، ده المهم، ده شيء مهم. ده بتقولك بالإشارة إلى الطلب المقدم من ناديكم الموقر عبر منصة تراخيص الأندية بشأن الحصول على رخصة الأندية المحترفة للموسم الرياضي 2026-2027، وبعد مراجعة موقف المديونات الخاصة بناديكم وفقا للثابت بسجلات لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالرجوع إلى ملف التراخيص المقدم من جانبكم، نود الإحاطة بالآتي: تبين للجنة التراخيص عن عدم استيفاء ناديكم، ده على موضوع الزمالك، ده بيخاطبوا الزمالك، المخاطبة للزمالك دلوقتي. إدارة تراخيص الأندية بتخاطب الزمالك تاني: تبين للجنة التراخيص عدم استيفاء ناديكم للمعيار المالي المنصوص عليه بلائحة تراخيص الأندية، وذلك أن الحصول على رخصة الأندية المحترفة للموسم الرياضي 2026-2027، وبعد مراجعة موقف المديونات الخاصة بناديكم وفقا للثابت بسجلات لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بالرجوع إلى ملف التراخيص المقدم من جانبكم، نود الإحاطة بالآتي: تبين للجنة التراخيص عن عدم استيفاء ناديكم، ده على موضوع الزمالك دلوقتي. إدارة تراخيص الأندية بتخاطب الزمالك تاني: تبين للجنة التراخيص عدم استيفاء ناديكم للمعيار المالي المنصوص عليه بلائحة تراخيص الأندية، وذلك لوجود مستحقات مالية قائمة لم يتم سدادها أو تقديم ما يفيد تسويتها، تمام، أو إبرام اتفاق رسمي بشأن جدولتها مع الاتحاد المصري لكرة القدم، كما يتبين وجود مستحقات مالية متأخرة بناء على أحكام بقرارات صادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وحيث أن سداد أو تسوية الالتزامات المالية تجاه الجهات والأطراف ذات الصلة يعد من الشروط الجوهرية واللازمة لمنح رخصة الأندية المحترفة، فإن اللجنة تؤمل من سيادتكم موافقتها بما يفيد سداد تلك المستحقات أو تقديم ما يثبت التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن جدولتها، وذلك في موعد إقضاء 31/5 اللي احنا هنكون فيه ده، عليكم السلام ورحمة الله، حتى يتسنى للجنة اتخاذ القرار بشأن موقف النادي من الحصول على رخصة الموسم هذا العلم والتنبيه مع التفضل بإعطاء الموضوع الأهمية والعناية العاجلة اللازمة. ده الكلام ده النهاردة اهو، تاني النهاردة اهوت، ده 21